جحا وطبق الفول في مدينة الموصل من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية: كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، كان متجوز من واحدة اسمها مرزوقة. في يوم من الأيام مرزوقة قالت له: بقول لك إيه يا راجل أنت، ما تسيبك من شغلانة الحطاب. رد جحا وقال: أنا اشتغلت شغلانات كتير في البلد دي، اشتغلت حمال واشتغلت معلم للصبيان في الكتاب، لكن حالتنا زي ما هي، وحتى العطايا اللي السلطان بيعطيها لي باليمين بيرجع تاني وياخدها مني بالشمال، بياخدها في هيئة ضرائب. وكمان الحراس كلهم بيجولي ويقولولي: اعطينا من العطية اللي اعطاها لك مولانا السلطان. فبفضل افرق على كل الجنود والعساكر لغاية ما بيفضل لناش الا الشيء اليسير. ردت مرزوقة وقالت له: طيب ايه رأيك تشتغل مثلا مؤدب ومعلم لعيال السلطان؟ رد جحا وقال: دي عايزة قدر كبير من العلوم، وانا لسه العلم اللي عندي ما وصلش. فكرت وقالت له: طيب اقول لك ايه رأيك نشتغل في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. رد جحا وقال: ما اكثر التجار في هذه البلاد، ومع ذلك هم فقراء. مرزوقة قعدت تفكر وقالت له: بس انا لقيت الحل. رد وقال: وايه الحل؟ ردت مرزوقة وقالت له: الحل ان احنا نروح بلاد الموصل. رد وقال: ايه بلاد الموصل دي؟ ردت وقالت: دي مدينة موجودة في العراق، مدينة الموصل. بص بقى يا جحا، احنا هنروح مدينة الموصل منها انك هتهرب من السلطان، وهتهرب من جنود السلطان اللي بيطردوك. وكمان يا جحا فيها مراكز تجارية وقوافل تجارية كبيرة، يعني هناك هتتعلم أصول التجارة، وهتجيب من هناك بضائع كويسة تيجي تبيعها هنا. وكمان يا جحا المدينة دي مشهورة بالآداب والعلوم والفنون، هتروح هناك وهتتعلم، بحيث لما ترجع تاني ممكن ان انت يبقى عندك من العلوم ما يؤهلك للعمل في قصر السلطان. جحا قعد يفكر وبعدين قال: تمام، خلاص انا موافق. قعد جحا الاكل والزاد والزواد، واخد معاه الحمار وخد زوجته وخد بعضه ومشى. فضل ماشي ماشي لغاية ما وصل الى مدينة الموصل في ارض العراق. جحا ومرزوقة وصلوا الى مدينة الموصل في شهر رمضان. وبعدين مرزوقة كانت في السوق، سمعت كل الناس بتتكلم على ان مدينة الموصل مشهورة جدا بالباقلاء. بدأت تسأل: يعني ايه الباقلاء؟ ما هو الباقلاء؟ ردوا قالوا: يعني الفول الأخضر. أخدت بعضها وروحت على البيت. وبعدين بعد الفطار مرزوقة بصت لجحا وقالت له: بقول لك ايه يا راجل انت، انا سمعت ان مدينة الموصل مشهورة بالفول، الفول بتاعهم جميل جدا. انا عايزاك يا جحا تاخد بعضك وتخرج وتجيب لنا طبق فول. خد الطبق المعدني ده يا جحا وهات لنا فول. رد جحا وقال: ايه ده احنا لسه بعد الفطار، ده الكلام ده على السحور. ردت وقالت: ماشي يا جحا. بعد شوية أذن صلاة العشاء، والناس صلت العشاء وكمان صلت التراويح. مرزوقة قالت له: يلا بقى يا جحا اطلع علشان تجيب لنا فول. رد جحا وقال: يا ستي لسه بدري، لسه السحور ما جاش. بعد شوية قالت له: بقول لك ايه يا راجل انت هتضيع علينا السحور، يلا روح وهات لنا فول.
رد جحا وقال طيب حاضر، مع ان انا عارف ان لسه محدش فتح لان لسه بدري على السحور. فضل جحا ماشي ماشي وبدأ يسأل اهل مدينة الموصل يا ترى فين مكان اللي بيبيعوا فيه فول. بدأوا يدلوه على مكان واحد عنده دكان وعنده قدرة كبيرة قدام نهر دجلة. فضل ماشي 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 في شوارع مدينة الموصل لغاية ما وصل إلى المكان. بيبص جحا لقى الدكانة مقفولة. جحا زعل جدا جدا ومش عارف يعمل ايه. جحا بص يمين وبص شمال يمكن يلاقي حد يدله الدكان بتفتح امتى. سمع جحا صوت حد بيقرأ قرآن بصوت عالي. فضل جحا ماشي، الصوت كان جاي من نهر دجلة. مشى جحا ورا الصوت، فضل ماشي 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 لغاية ما لقى واحد صياد عجوز قاعد على مركب وعمال بيقرأ قرآن على أضواء الشموع. جحا حيا الرجل وسأله، قال له دكان الفول بيفتح امتى؟ رد قال لا ده لسه بدري خالص. رد جحا وقال طب وبعدين انا عبل ما اروح البيت وارجع تاني يكون الفجر أذن، انا جاي من مكان بعيد من مدينة الموصل. الصياد العجوز قال لجحا بقول لك ايه، ما تيجي هنا وتقعد معايا، اقعد معايا هنا في المركب، هو يعني كلها شوية وهتلاقي الراجل جاي وهيفتح الدكان. جحا قال طيب انا هقعد معاك. الراجل بص لجحا وقال له بقول لك ايه، مش انت قاعد كده كده؟ رد جحا وقال له يعني ايه قاعد كده كده؟ الصياد قال له يعني انت كده كده قاعد، ما انتش ماشي الا لما الراجل بتاع الفول يفتح علشان تجيب سحور. جحا قال له ايوه انا هفضل موجود هنا مستني الراجل بتاع السحور لما يفتح. الصياد قال له طيب بقول لك ايه، في مسجد هنا قريب جنب الراجل بتاع الفول، ايه رأيك تخليك قاعد هنا في المركب علشان محدش ياخدها وانا اروح اصلي التهجد، هصلي التهجد واجيلك بعد التهجد الراجل بيفتح، ايه رأيك؟ رد جحا وقال طب افرض فتح دلوقتي؟ قال له لا، ده الراجل صاحب دكان الفول ده بيصلي معانا التهجد وانا بصراحة نفسي اصليه، ممكن تخلي بالك من المركب؟ جحا قال طيب حاضر انا هخلي بالي. راح الصياد العجوز علشان يصلي في المسجد وجحا قعد في المركب. جحا بيبص كده لقى المركب مربوطة بالحبل، وبعدين جحا مستغرب وبيقول يا ترى هو رابطها بحبل ليه؟ هو مين اصلا اللي يقدر يشيل السفينة؟ محدش يقدر يشيلها، ده ايه ده؟ الراجل ده غريب وعجيب. طيب انا بقى هفك الحبل من على المركب. وفعلا جحا حل المركب، فك الحبل، وبعدين قعد جحا وهو قاعد كابس عليه النوم. جحا نام. لما جحا نام المركب فضلت تمشي في نهر دجلة، فضلت المية تزق السفينة وفضل ماشي ماشية السفينة ماشية السفينة لغاية ما نزلت السفينة من نهر دجلة إلى المحيط إلى الخليج العربي. وبعدين فضلت ماشية مع الخليج، ماشية ماشية ودخلت المحيط لغاية ما وصلت إلى جزيرة بعيدة. الجزيرة دي كان فيها ناس شبه الناس الهنود الحمر. أول ما شافوا جحا والمركب طلعوا يجروا بسرعة ومعاهم السهام والحرابي والسيوف، وراحوا قالوا له تعالى، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عدو ولا حبيب؟ رد جحا وقال انا حبيب، انا كنت نايم في السفينة وصحيت لقيت نفسي هنا. أهل الجزيرة أخدوه وودوه إلى ملك الجزيرة. بص له ملك الجزيرة وقال له أنت إيه اللي جابك هنا يا راجل أنت؟ رد وقال أنا نمت في المركب وهي الأمواج حدفتني على هنا وأنا مش عارف أنا فين بالظبط.
رد وقال له: ملك الجزيرة، طيب برهن لنا، قول الدليل على انك حبيب مش عدو. رد وقال: اعمل ايه؟ قال له: يعني انت جاي كده ومش جايب حاجة معاك؟ رد وقال: انا ما جبتش معايا غير السلطانية دي. اول ما سمع ملك الجزيرة السلطانية بص له قال له: السلطانية؟ يبقى السلطانية دي اللي بيلبسها السلاطين، وريني كده. اخذ الطبق بتاع الفول وحط الطبق على راسه وقال: هو ده التاج، انا هسميه تاج السلطنة. وبعدين بص لجحا وقال له: بقول لك ايه يا راجل انت، بما انك انت جاي واهدتني التاج، انا بقى هعمل معاك احلى واجب. احنا مدينة فقيرة، ما عندناش لا زيت ولا سمن ولا دقيق ولا شعير ولا عيش ولا طيور، ما عندناش حاجة خالص، زي ما انت شايف فقراء جدا جدا. لكن الارض بتاعتنا مليانة، فيها ذهب وفيها احجار كريمة، وانا هأعطيك كل الذهب والاحجار الكريمة اللي في الجزيرة. وفعلا بدأ يحفر هو واللي معاه ويطلعوا الكنوز اللي موجودة ومدفونة في أرضهم. وفعلا أخدوها كلها وحطوها في المركب. وبعدين جحا ما بيعرفش يروح، قال لهم: مش عارف أروح، أعمل إيه؟ ردوا قالوا: الملك إحنا هنبعت كمان 10 سفن علشان يحرسوك ويحرسوا الكنز بتاعك لغاية ما يوصلوك إلى بلدك. مش أنت بلدك مدينة الموصل؟ رد جحا وقال: أنا زوجتي في مدينة الموصل، أروح وأجيب زوجتي وأروح على بلدي. ردوا قالوا له: تمام. أخدوا بعضهم وفضلوا ماشيين ماشيين لغاية ما وصلوا إلى بلاد الموصل. وكانت مرزوقة قاعدة زعلانة جدا جدا، لأن جحا السحور فات عليها، وجحا مشى وبقاله أيام هي ما تعرفش حاجة عنه. جحا رجع، قعدت تزعق له وتقول له: كنت فين يا راجل انت؟ مش حرام عليك تسيبني كده؟ رد جحا وقال: انا ما سبتكيش ولا حاجة، انت بعتيني بدري، قعدت في المركب فضلت تمشي تمشي تمشي، وانا اعمل ايه؟ المهم انا جاي اصلحك. بص كده يا مرزوقة. بصت مرزوقة لقت في السفينة كنوز، فرحت جدا جدا، قالت له: خلاص يا جحا. جحا قال لها: طيب. ركب جحا السفينة وراح جحا مع الموكب لغاية ما وصل إلى المدينة بتاعته، مدينة الواق. أول ما وصل هناك الناس كلها مستغربة: إيه ده؟ إيه اللي جحا لابسه ده؟ لابس هو وزوجته ملابس فخمة جدا. جحا راكب خيل عربي أصيل عليه سرج من الفضة. جحا حواليه العبيد والمماليك والحراس، بقوا مش مصدقين. جحا عمال ينثر الذهب على الناس، يرمي دنانير ذهبية ودراهم فضية على الناس. جحا كان له جار اسمه سمعان. سمعان كان بيغير جدا جدا من جحا. سمعان قاعد مع مراته قالت له: شفت يا راجل انت، مش ده جحا اللي احنا كنا بنضحك عليه وبنتريق عليه؟ شفت جه عمل ايه؟ يا دوبك راح شهر واحد بس ورجع زي ما انت شايف. مراته قالت له: تعال نروح لمدينة الموصل، اللي بيروح مدينة الموصل بيتغنى. روح يا راجل وشوف جحا عمل ايه وروح اعمل زيه، لو تاجر زيه، لو اتعلم العلم زيه، كل ده في مدينة الموصل. رد جحا وقال: طيب. رد سمعان وقال: حاضر. راح سمعان لجحا وقعد معاه وقال له: احكي لي يا جحا، الخير اللي جالك ده جالك ازاي؟ رد عليه جحا وقال له: اسكت يا سمعان، لو تسمع حكايتي مش هتصدق. فعلا الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. يا رب، الحمد لله، اللهم لك الحمد. رد وقال: طيب قل لي بقى، انت الاموال دي جات لك منين؟ رد جحا وقال:
يرزق من يشاء بغير حساب. رد عليه سمعان وقال له ايوه ايوه انا عارف يا جحا، لكن احكي لي حكايتك، ايه اللي حصل لك؟ حكى جحا على حكايته لما مراته قالت له عايزه باقلاء يعني فول. احنا فكرنا ان الفول ده اللي هو الفول المطبوخ المدمس، اللي بيتاكل وبيتعمل وبيتحط عليه فلفل وزيت، لكن الناس كان قصدهم الفول الاخضر، بس انا ما كنتش اعرف. مرزوقة فضلت تزن عليا الا لازم اطلع، وطلعت بدري ولقيت واحد عجوز في مركب. ركبت المركب بتاعته، الراجل قال لي خلي بالك من المركب، حصل لي التهجد واجي. دخل يصلي التهجد، انا فكيت الحبل وبعدين رحت هناك. قالوا لي عدو ولا حبيب؟ قلت لهم حبيب. طب ايه دليلك؟ قلت لهم اهو. ورقتهم الطبق. اول ما شافوا الطبق شبطوا فيه وقالوا ده تاج الجزيرة، واخدوه مني ولبسوه للقائد بتاعهم. القائد قال احنا ما عندناش لا دقيق ولا سمن ولا عسل، ولا عندنا خضروات ولا فواكه، احنا بنعاني من المجاعات، لكن الأرض بتاعتنا مليانة ذهب ومليانة ماس ومليانة بالأحجار الكريمة. وقعد بس يعبي لي المركب لغاية ما ملاها، وبعت معايا ناس. رحت للراجل الصياد، أعطيته المركب بتاعته، وكمان أعطيته من الجواهر واللقالق اللي معايا. وبعدين زي ما انت شفت بقى، رحت اشتريت ملابس فاخرة ليا ولزوجتي، وعملت موكب واشتريت عبيد وجواري ومماليك. وزي ما انت شايف اتغاظ سمعان جدا جدا اكتر ما هو متغاظ، وراح لزوجته وحكى لها على كل اللي حصل. مراته قالت له بقول لك ايه، دلوقتي تطلع على بلاد الموصل وتروح وتعمل زي جحا ما كان بيعمل بالظبط. رد وقال بس دلوقتي رمضان خلاص قرب خلص، لما اروح بلاد الموصل دي موجودة في العراق. ردت وقالت يا راجل روح، وبالليل يبقى روح للراجل واسأله. قال لها طيب. فعلا سمعان بيروح إلى بلاد الموصل وبيمشي على الوصف اللي كان قايله له جحا لغاية ما بيوصل إلى نهر دجلة. سأل هناك على الدكان بتاعت الفول، راح ولقى الدكان مقفول. في وش الدكان لقى واحد صياد عجوز ورابط المركب بتاعته. فرح سمعان جدا جدا وراح للراجل الصياد وقال له بقول لك ايه، ما تأجر لي المركب بتاعتك وهعطيك اللي انت عايزه. رد الصياد وقال له طيب هتأجرها لي بكام؟ رد عليه وقال له انا هديك 1000 دينار. استغرب جدا جدا وقال له ايه 1000 دينار؟ اذا كان المركب بتاعتي كلها تمنها 1000 دينار، انت عايز تشتري المركب؟ رد وقال لا، انا مش عايز اشتري المركب ولا حاجة، انا هعطيك 1000 دينار. رد عليه وقال له طيب ايه السر؟ رد وقال من غير سر. رد عليه العجوز وقال له انا فهمت، انت عايز تعمل زي جحا، تركب وتروح وتعبي من الذهب والياقوت، لا كل ده ب1000 دينار بس. رد عليه سمعان وقال له بقول لك ايه يا راجل، انت مركبك اصلا ب1000 دينار وانا هديك 1000 دينار ايجار. سمعان قال له لا لا، هنا بقى الوضع بقى مختلف، انت عمرك ما تدفع 1000 دينار كده الا وانت عينك على حاجات اكبر بكتير، فانا عايز 2000 دينار. رد وقال انا موافق 2000 دينار، ودفع للراجل العجوز 2000 دينار. وبعدين الراجل العجوز بقى مبسوط وفرحان، قال له ايوه انا اخد ال2000 دينار علشان لو المركب ما جاتش يبقى انا كده ربنا عوضني، هاخد منك ال2000، ب1000 هشتري مركب وال1000 التانية اخدها ليا، وممكن اشتري مركبين. وبعدين جه سمعان راح السوق وبدأ يشتري خضروات كتير وسمنة ولبن وعسل، وبدأ يشتري حلوى، بدأ يملى المركب بالطعام، صرف كل الأموال اللي معاه على الأكل. وبعدين راح وركب المركب وساب المركب تمشي.
وهو عمال يحلم بالذهب والأحجار الكريمة. المركب فضلت ماشية ماشية، طلعت من نهر دجلة، دخلت على الخليج العربي، وفضلت ماشية ماشية دخلت على المحيط. فضلت المركب ماشية لغاية ما وصلت إلى الجزيرة. وبعدين حراس الجزيرة وقفوه. تعالى يا راجل انت، قول لي انت ايه، عدو ولا حبيب؟ ردوا قال انا حبيب. ردوا قالوا ايه اللي يثبت؟ ردوا قال شايفين المركب دي فيها اكل كتير، انا عرفت ان انتوا عندكم مجاعة وان انتوا بتعاني من نقص في الطعام، فانا جبت لكم طعام كتير. اخدوه على الملك هو والمركب. الملك كان مبسوط جدا جدا وقال له ده انت انقذتنا من الجوع، ده احنا كلنا كنا جعانين جدا جدا. وبعدين قال لهم يلا روحوا خدوا كل الاكل اللي موجود. اخدوا الاكل اللي موجود. وبعدين الملك قال له انا مش عارف اكافئك ازاي، انا هكافئك باغلى حاجة عندنا، السلطانية، تاج الجزيرة. بص كده لقاه طبق الفول بتاع جحا. قال ايه ده؟ ده طبق فول. قال له ايوه هو ده اغلى حاجة عندنا. ردوا قال امال فين الذهب وفين الحجار الكريمة؟ ردوا قال لا، انت قصدك الطوب والحجارة وشوية الحاجات اللي في الارض. ده كان في واحد غلبان هنا كان اسمه جحا، ضحكنا عليه وادينا له كل الحاجات اللي هو بيقول عليها ذهب واحجار كريمة، لكن بالنسبة لنا ده زلط وحصى ملوش اي قيمة. وجحا اخده كله، لكن انت هتاخد حاجة احسن بكتير من اللي اخدها جحا، ده تاج الجزيرة. سمعان اخد الطبق بتاع الفول وخد بعضه ورجع وركب المركب وفضل ماشي ماشي وروح على بيته وهو زعلان وحزين ومكسور. جحا راح يسلم على سمعان وقال له ايه، قول لي يا سمعان، انا سمعت انك انت سافرت الى بلاد الموصل بس انت ملحقتش ترجع يا سمعان. قول لي بقى جبت ايه من بلاد الموصل؟ رد وقال جبت ده طبق الفول ومنك لله يا جحا. جحا قعد يضحك وقال له يا سمعان الطمع قل ما جمع. وعاش بعدها جحا هو وزوجته حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكاية زمان وصفحتنا على الفيسبوك. سلام عليكم.